صراع الضياع، ملف نفتح تفاصيله عبر البرنامج، وإليكم المزيد. من الملاحظ في الآونة الأخيرة عزوف الشباب عن الزواج من السعوديات، وذلك لأسباب عدة، ورغبتهم في الزواج من أجنبيات ومحاولة الحصول على الموافقة لذلك، حيث أن غير السعودي يسمح له بالزواج من السعودية، وذلك بصورة أقل تعقيدا من زواج السعودي من الأجنبية. وقد أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية سابقا أنها تصدر سنويا أكثر من 6600 موافقة لسعوديين يريدون الزواج من أجنبيات، أي بمعدل 25 موافقة يوميا. تزوجت مواطن سعودي كمواطنة سورية أنا، مع أنه متزوج وزوجته عقيد الحياة، بس كنت مرتاحة معه له، فأنجبت منه 3 بنات. وعشت معه 10 سنوات. مشيلي في المعاملة قبل ما يتوفى بمعاملة الجنسية، مشيلي فيها قبل وفاته ب4 شهور، كان عم يصحح وضعي. انه تفاجأنا، كانت حياة وفاته غامضة، تزحلق، وقع في خزان مياه، اللي ادى الامر انه اتهموني ابناء زوجي بقتله، واجوا التحقيقات وبرئوني من القضية هاي، الاتهامهم الباطل لإلي. بعد ما انه توفى بعدها باسبوع، انطردت انا خارج المنزل، بعد ما سرقوا بناتي مني وطردوني خارج المنزل. لجأت للشرطة لمحافظ المنطقة، قالوا لي يعني روحي لأمارة مكة. أمارة مكة رحت أطالب في إنه يعيدوا لي بناتي والسكن، فأرسلوا لي عضو من أعضاء لجنة إصلاح ذات البين، وإجا يقنعني إنه أبناء زوجك ضربوك وطردوك، وبنصحك إنك تتنازلي عن التركة كلها وعن المنزل، وهذا الحل الأمثل واللي بيريحك وبيريحهم، مقابل إنه يرجعوا لك بناتك. تنازلت عن التركة مقابل إني آخذ هالبنات بأي شكل من الأشكال. لما رحت أطالب في الحضانة، قاضي المحكمة ناظر القضية بيقول لي الأم الأجنبية ما لها حضانة، فكاتبين في سك الحضانة غير مؤهلة للحضانة، من باب إنك مش سعودية، من باب إني ما عندي عمل، غير مصرح لإلي بالعمل، النظام ما يسمح للأجنبيات المتزوجين سعوديين ما يحق لهم العمل. اكتفى إنه يعطيني زيارة لبناتي كل 3 ساعات يومي، كل 3 أيام ساعة واحدة في الحقوق المدنية. فصار بيني وبين الشيخ جدل من هذا الباب، إلى أن الشيخ رفع الكلام لقضاة التمييز، فقضاة التمييز كتبوا إنه تعطى الحضانة لها مستمرة، وأنا وافقت، وأبناء زوجي مكتوب في الصك غير موافقين، إلى أن هم انجبروا إنه ينفذوا الصك وسكنوني في ملحق. صاروا يهينوني يضربوني لدرجة إني مرضت. جلسنا 6 شهور في دار الحماية، ما حدا لحدا، بدون أي مصروف، مع إنه راتب بناتي اللي مخلي لهم إياه زوجي الله يرحمه بياخذوه أبناء زوجي، كون هن أولياء الأمور أخذين صك ولاية من المحكمة دون أي علمي. طبعا يعني في مشهد الحماية بيثبت انه جلسوا فترة وبناتي دخلوا المدرسة وابناء الزوج رفضوا يجيبوا لهم اي شيء او حتى مصروف. جلست 6 شهور، لكن لقيت بناتي نفسيتهم تعبوا، هذا اللي خلاني اكتب اقرار على نفسي انه انا اكون مسؤولة على بناتي، اطلع انا وياهم من دار الحماية لان لسلامة نفسية بناتي. وطلعنا، استأجرت بيت على
على اسمي وعلى حسابي، وكنت اشتغل وقتها هديك الايام. جلسوا معي بناتي سنتين. اتفاجأ انه ابناء زوجي جايبين امر من الديوان الملكي انه ينفذ الصك السابق. الصك السابق انه اجلس معاهم. اخذوا البنات مني وحطوني بالتوقيف 16 يوم بالسجن العام بالطائف. ليش؟ لأن رفضت سلم البنات. وعلى العكس من النموذج السابق، فإن هدى تعتبر محظوظة، حيث حصلت على الجنسية السعودية من زوجها السابق السعودي، لذلك هي لم تتعرض إلى مراحل التجنيس المذكورة. كنت متزوجة سعودي، بعدين طلقت، عندي من ولدين كبار. نصيبي هو طبعا ما أعرف فين هو، لا بيتصل ولا بيسأل فيهم ولا نعرف أي شيء عنه. له دحين 7 سنين، يعني حتى أولاده الولد الصغير يعني كان عمره 5 شهور ما يعرف أبوه إلا من الصورة. يمكن عشان مديون، يمكن عشان طفش ما هو عارف إيش يعمل، ساب كل شيء وهرب. المشكلة كله إني أبغى أعيش في بلدي، أبغى أشتغل، أبغى يعني كل المسؤولية علي أنا. حذرت دراسة اجتماعية سعودية من المشاكل الكثيرة المترتبة على زواج السعوديين من الأجنبيات، معتبرة أن مثل هذه الزيجات لا تحقق الهدف الذي يتصوره المقبلون عليها، ولأن الزواج من أجنبيات له مخاطر اجتماعية أبرزها تزايد نسبة العنوسة بين السعوديات. موضوع زواج الأجنبيات من سعوديين ليس مستغرب، بل الشريعة الإسلامية يمكن حثت حسب فهمي للآية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن يجب أن يكون هذا من خلال حصول الزوج على تصريح. فلازم يعرفوا الأجنبيات أنه الزوج السعودي يجب أن يكون حاصل على تصريح من بلده، لأنه هذا الزواج بيرتب مشاكل في المستقبل، لأنه يرد على الزواج الطلاق ويرد عليه الوفاة وكل الأحوال الأخرى. فيجب تكون من البداية صحيحة حتى لا تؤدي إلى آثار سيئة، وبخاصة بالنسبة للأولاد. كثير من الأجنبيات يلجأن للزواج من سعودي من أجل الحصول على جنسية. كثير من القضايا وصلت وكثير من القضايا بشرتها شخصيا، وهناك من الزوجة الأجنبية عندما تحصل على الجنسية تقوم بعد ذلك بالتمرد على الزوج، وبعد ذلك تدخل في صراعات من أجل غايات معينة، فبالتالي تنفصل عن زوجها عندما تحصل على الجنسية. الكثير من حالات الزواج السعودي من أجنبية تنتهي بالطلاق، وهذا لا يعني أنه ليس هناك حالات ناجحة، ولكنها قلة. وأشارت إحدى الدراسات إلى أن الأطفال هم أكثر ضحايا مثل هذه الزيجات. يا ست أنا ورحت، لو سبت أنا ما حكلمك طول عمري. طبعا هو في التلفزيون يشوفك ايش تقول له؟ أنا أقول له كيف حالك يا أبويا، كيفك، أنا أحبك، بس ليه أنت سبت؟ أنا لو كنت ما سبت أنا كنت أحضنك. حقول له معلش ليه أنت سبت؟ أنا لو كنت ما سبت أنا كنت ححبك. طيب ايش نفسك فيه؟ نفسي في يرجع على ماما تصالح، وانا هو يصير ابوي. أبرز المشاكل بالنسبة للأولاد أنه ما يسجلوا في كرت العائلة. أنا بتكلم طبعا بالنسبة للي ما حصلوا على موافقة للزواج، فهذا حيؤدي لهم حرمانهم من دخول المدارس سواء في بلاد يعني والدتهم أو في بلد أبوهم اللي هو السعودية، لأنه ما دخلوا بطريقة نظامية أو ما والدهم حصل على الترخيص اللازم للزواج. فبالتالي أنه هذا حيأثر عليهم نفسيا، وقد يؤدي إلى عدم اندماجهم في المجتمع، وبشكل آخر كمان على في حالة وفاة اللي هو عائلهم
قد لا يجد من ينفق عليهم. أحيانا يلجأ الزوج هنا في الداخل إلى تسفير زوجته، وبالتالي الأبناء ينحرموا من حق الأمومة، إضافة إلى أنه في الخارج أيضا بينحرموا الأبناء من الدخول المملكة وبالتالي العيش في كنف الأب. الحادثة قبل لما أخذوا بناتي آخر مرة مني، بنت اتصلت علي تبكي وتسكرت. كنت دوبي طالعة من السجن جديد اللي انسجنته بسبب اني ما اعطيتهم بناتي. ماما افراح حبيبتي، بعدين يا ماما اكلمك، تبكي وسكرت. هي كل المكالمة. ثاني يوم قدمت طلب انه بدي ازور بناتي، ففعلا اعطاني الشيخ زيارة لهم بعد الاتصال ثاني يوم. فلما رحت وفي البيت شفتهم، بناتي ما حكوا شيء. بنتي سحر اجيت تقول لي يا ماما افراح محروقة. حكيت لي انه اجري عم توجعها. شو السبب؟ يا ماما اتصلت عليك امبارح عشان حرقني اخوي، عشان اتصلت عليكي. يعني هلا بنتي هلا صف ثاني ابتدائي، معاها عقدة بالكلام ما تحكي. التعذيب بيقولوا يا ماما نحن هلا صاروا اخواننا حريصين ما يضربونا، عشان كل يوم الثاني عشان اني كل يوم الثاني انت بتبعتي لجنة حماية تكشف عليه، فبحطوهم في الحمام الله يكرمكم، بيسكروا عليهم الحمام، بيطفوا عليهم اللمبة. وكثيرة هي مشاكل الزواج من الأجنبيات على المجتمع السعودي، والتي من أبرزها كثرة الخلافات الزوجية التي قد تحدث بين الزوجين لاختلاف العادات والتقاليد من مجتمع إلى آخر، والتي يعقبها غالبا الطلاق. قد يلجأ الأب لخلاف ما مع الزوجة، يعني نكران الزواج كله، فبالتالي يجد الأطفال نفسهم ضايعين بلا هوية. اللي قبلت أنه هي تدخل في علاقة زوجية مع رجل من خارج مجتمعها، فلازم تعرف أنه هي بدأت يعني في معاناة. يعني الزواج من خارج الوطن سواء للسعودي أو لغير السعودية لما تزوج سعودي، يعني أولها أنه هي حتكون بعيدة عن أهلها ومجتمعها، وقد تتقبل أو لا يتقبلها المجتمع، وأبنائها كذلك نفس الحكاية، فتعمل حسابها أنه هي حيكون في آثار يعني من الزواج من غير ابن بلدها. فأول ما أنت تتزوج غير سعودية، يعني في واحد من عوامل الاستقرار قد لا يكون متوفر، لأنه هذه الزوجة عندها مجتمع ثاني، فحتصبح دائما ارتباطها بالمجتمع الآخر. إذا حصل طلاق وهو ما في تصريح للزواج، قد ترحل هذه الزوجة، وفي أحوال أخرى أنها في الطلاق أنها ما تجد من يحضرها يعني بشكل رسمي، ما تجد أحد من يستخدمها للسعودية، لأنه عائلها توفى وهي ما تزوجت بشكل يعني نظامي. إذا كانت يعني متزوجة بتصريح فهي يعني في مدة المفروض أنها تحصل فيه على الجنسية السعودية، وحسب ما أعرف أنه في المادة 16 من نظام الجنسية السعودية كيف حصول على الجنسية، هي يعني في المجمل يعني بعد 5 سنين، لكن ممكن تحصل عليها قبل حسب توافر شروط معينة، يعني إذا تحققت فيها، لكن قبلها بتكون هي معرضة إلى يعني وإن كان الزواج رسمي لكن قد ما تحصل على الجنسية إذا هي ما عدت هذه الفترة. قضية استمرار في عدم تجنيس زوجة السعودي هذه إشكالية وتترتب عليها أمور كثيرة أسريا واجتماعيا. أنا بدي
إيقاف الترحيل يكون لسبب إنه أنا أرملت سعودي، أنا أم بنات سعوديات. شو الذنب اللي أنا اقترفته إني أترحل؟ اخترت حضانتهم ولسه الحين بالترحيل بخسر زيارتهم.